مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي شارع القلب. ضيف هذه الحلقة وضيفي الكريم المثقف الدكتور أحمد الوكيل، الحاصل على الدكتوراه في جراحة الصدر والقلب والأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور الوكيل، أهلا وسهلا بحضرتك، منور. أهلا بيكم. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا دكتور، وحشتنا. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور أحمد، يعني أنا عايز الحقيقة أقول للمشاهدين أن حلقة اليوم حلقة مهمة جدا جدا، تثقيفيا وعلاجيا ومعلوماتيا، والحقيقة ملفات شائكة. لكن قبل ما نخش في التفاصيل يا دكتور، خلينا نشوف التقرير التالي، لأنه بيرصد عايز أقول كلمة السر أو فك اللغز لحالات كتير عند ناس كتير. تقرير مشاهدينا ثم نعاود الحوار مع دكتور أحمد. السكتات القلبية أو الموت المفاجئ وعلاقتهم بالنوبات القلبية. نتحدث اليوم عن الأسباب العلمية للسكتة القلبية أو الموت المفاجئ، وما هي النوبات القلبية، وما هي أسبابها، ومن هم الأشخاص المعرضون للسكتة القلبية أو الموت المفاجئ، وفك ذلك اللغز مع وجود حالات لبعض الرياضيين للموت المفاجئ أو السكتة القلبية وبأعمار لا تتجاوز 35 عام، مثل يوسف بالخوجة اللاعب المغربي الذي توفى إثر أزمة قلبية عام 2011، مارك فيفيان فوي اللاعب الكاميروني عام 2003، ميكلوس فيهير المهاجم المجري عام 2004، محمد عبد الوهاب اللاعب المصري عام 2006، أنطونيو بويرتا اللاعب الإسباني عام 2007، شيخ تيوتي اللاعب الإيفواري عام 2017. ما هي حالات القلب التي يمكن أن تؤدي إلى سكتة قلبية مفاجئة؟ يمكن أن يحدث توقف القلب المفاجئ لدى الأشخاص غير المصابين بأمراض قلب معروفة، لكن عادة ما يصيب الأشخاص الذين لديهم مشكلة في القلب موجودة بالفعل، لكن ربما لم تشخص. وتشمل المشكلات ما يأتي: مرض الشريان التاجي الذي تصبح فيه الشرايين مسدودة بالكوليسترول والترسبات الأخرى، ما يقلل من تدفق الدم إلى القلب. النوبة القلبية: إذا حدثت نوبة قلبية، وهي غالبا ما تكون ناتجة عن مرض الشريان التاجي الحاد، فيمكن أن تؤدي إلى حدوث الرجفان اللطيني وتوقف القلب المفاجئ. تضخم القلب أي اعتلال عضلة القلب، يحدث هذا في المقام الأول عندما تتمدد الجدران العضلية للقلب وتتضخم أو يزداد سمكها. مرض القلب الصمامي: يمكن أن يؤدي تسريب الصمامات القلبية أو ضيقها إلى تمديد عضلة القلب أو زيادة سمكها. العيوب الخلقية بالقلب: عندما يحدث توقف القلب المفاجئ لدى الأطفال أو البالغين، قد يكون السبب هو الإصابة بمرض القلب الخلقي. المشكلات الكهربائية في القلب: في حالة بعض الأشخاص تكون المشكلة في النظام الكهربي للقلب نفسه. كل هذا وأكثر نتعرف عليه بحلقة اليوم مع الدكتور الجراح أحمد الوكيل. مشاهدينا، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، وعوده الى الدكتور احمد الوكيل. اهلا بك يا دكتور، منور. دكتور احمد، ربما يلحظ البعض ان هناك، يعني سلم الله الجميع، موت مفاجئ او لا قدر الله ممكن نقول سكته قلبيه. ببساطه كده لو عايزين نوضح ده طبيا معناه ايه؟ يعني ايه السكته القلبيه؟ طيب، كلمه الوفاه المفاجئه دي معناها انه انسان تمام اتوفى في وقت قصير جدا. يعني مريم ويبستر بيعرفوا ان هو يا اما في نفس اللحظه يا اما في خلال ثواني او دقائق معدوده، من بدايه الاحساس بانه تعبان لحد ما تنتهي الحياه. اشهر سبب ليه على الاطلاق هو السكته القلبيه المفاجئه، ولكن في انواع اخرى بتسبب ده، زي السكتات الدماغيه وزي مشاكل الاعضاء الاخرى زي الغدد والكلام ده. ولكن اشهر سبب على الاطلاق ليه هو الموت السكته القلبيه. الحاجه الثانيه ده يعني اكتر
ناس بيحصل لهم الموضوع ده بيبقوا الشباب اقل من 35 سنه. طيب دكتور، على ذكر الشباب وذكر الرياضه، هل يعني التوقف المفاجئ ده ممكن يجي مثلا اثناء تمرين او لعب؟ هل في تفسير علمي للحالات دي؟ خاصه التقرير عرض حالات لشباب ورياضيين وصحه وحيويه ونشاط، فشايف حضرتك النقطه دي ازاي تحديدا يعني؟ السكتة القلبية أو التوقف المفاجئ للقلب ليه أسباب. تمام. الفكرة أنه كتير جدا بيحصل في ناس ما كانش معروف أن عندهم مرض. أشهر أسباب بتؤدي إلى السكتة القلبية في السن الصغير، أنا مش هتكلم في السن الكبير، تمام، أنا بتكلم في المفاجئ اللي هو شاب صغير بينزل بيروح الشغل أو بيجري أو في مدرسة أو بيلعب في نادي ويكون معرض لحاجة زي كده. اشهر سبب اضطرابات الحاجز اللي بين البطينين. تمام. بيبقى فيه زي تضخم. خلينا نشرح الاسباب أيوة، دي على القلب. معودنا على الشرح التفصيلي. الشرح على القلب بيوضح الدنيا. انا بأصر دايما ان انا اجيب موديل حقيقي للقلب. تمام. عشان خاطر المشاهد يتخيل شكل القلب عامل ازاي، ويبقى عارف ان القلب ده من جوه عبارة عن حجرات، والشكل ده مش كل اللي بيحصل فيه او الامراض اللي بتصيبه ينفع تتحل عن طريق العلاج. لان كتير من المرضى بيبقى مستغرب، هو احنا ليه محتاجين تدخل اكتر من علاج؟ ليه محتاجين نحط دعامه؟ ليه محتاجين نعمل جراحه؟ محتاجين ده لان الشكل ده للقلب مش دايما. يعني مثلا خلينا نقول ان تضخم الحاجز بين البطينين، ايه الحاجز بين البطينين؟ هو الحاجز الاحمر التخين ده. طيب هو ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل فيه ان هو بيجي عند المنطقه دي، ده مخرج القلب الاساسي اللي الدم بيطلع منه يغذي جسم الانسان كله، تحت الشريان الابيض ده كده هنا. فالمنطقه دي لما ده بيتضخم كده بيروح قافل المخرج، فيجي الدم يخرج يلاقي الحته دي مقفوله، يتخنق. المشكله الثانيه ان التضخم ده بيخلي العضله دي مش طبيعيه. طب هو المفروض ان نقل ضربات القلب بيتم ازاي؟ نقل ضربات القلب بيتم عن طريق النقطه البيضاء دي. النقطه البيضاء دي اللي بتنقل ضربات القلب من هنا لهنا. فلما المنطقه دي بيحصل فيها تخانه مش طبيعيه، بتبقى عرضه للتهيج، فبتبدا ان هي زي ترعش، تعمل ما يسمى بالرفرفه البطينيه، ودي بتسبب الوفاه على طول. اسعافها الوحيد زي ما كان حاصل في الدنمارك مع كاستن اللي حصل مع الايفنت الشهير الشهرين اللي فاتوا دول، بيتعمل انعاش للقلب مع صدمات كهربائيه. الاثنين مع بعض. لازم الاول اقدر انعش القلب عشان اكون ضغط دم، واحافظ على الدوره الدمويه ماشيه، واحافظ على الدم واصل للقلب، عشان لما ادي صدمه كهربائيه القلب يعرف يرد. تمام. المرض الثاني ان يكون الشرايين التاجيه طالعه بشكل مش طبيعي. طب الشرايين التاجيه بيصيبها نوعين من الامراض، يا اما تصلب الشرايين، يا اما بيصيبها امراض الانسان مخلوق بيها. نسبة ان يكون هو مخلوق بمشكلة في الشريان التاجي دي قليلة جدا، ولكن اذا كانت موجودة فهي خطيرة جدا، وكتير بتأثر في السنة الاولى من الحياة. ولو هو تجاوز المرحلة دي لان المرض كان بسيط، بتعمل مشاكل في سن ما بعد البلوغ على طول. بيبقى الشريان وهو ماشي في طريق غير طبيعي، فلما بيحصل مجهود زيادة الانسان بيعمله، الشريان ده بيتعصر، سواء كان داخل عضلة القلب أو في المجرى اللي هو ماشي فيه. القلب ربنا سبحانه وتعالى خلقه إنه بيستجيب للمجهود، فلما الإنسان بيعمل مجهود جامد القلب بينقبض بقوة أكبر بكتير وبسرعة أكبر، تتناسب مع هذا المجهود. فده لو في عيب في الشرايين بيبان، لأن الشريان بيتعصر وما يقدرش يوصل دم كافي. يروح القلب ساعتها يبدأ بدل ما ينقبض وينبسط يبدأ يرعش كده. فدي اسمها رفرفة بطينية، وديت قاتله. تمام. السبب الثالث ان في لخبطه اصلا في القلب، ان كهربات القلب فيها ما يسمى باللونج كيو تي انترفال، ودي بتبقى لخبطه في ضربات القلب بتبان في رسم القلب، ودي برضو بتخلي القلب فجاه يعمل الرعشه دي. تمام. طيب على ذكر الشباب وعلى ذكر الرياضه، اسمح لي ناخد هذا الاتصال من كابتن جمال علام، رئيس اتحاد الكره المصري الاسبق. كابتن جمال، انا برحب بحضرتك ضيفا كريما على شاشه الحدث المصري، اهلا بيك. طيب حتى يتم تحضير كابتن جمال، دكتور احمد،
ده ياخدني على طول لسؤال طبيعي جدا، النوبة القلبية والسكتة القلبية. يمكن في ناس ما بتحاولش تفرق، لكن طبيا وعلاجيا في فرق شاسع جدا بين الاثنين. كلمة سكتة معناها ان هو فجأة توقف. تمام. النوبة معناها حتى في اللغة العامية ان هي أزمة بتيجي وبتعدي. الأزمة دي بتبقى عادة يا إما ألم شديد في الصدر، تمام، يا إما هبوط مفاجئ، يا إما نهجان بيجي فجأة ويروح لحاله. النوبة القلبية حاجة مهمة جدا، والحقيقة هي شائعة. هو الحقيقة ده كان السؤال الثاني، هل هي مدى شيوع الوفاة القلبية المفاجئة ده شائع جدا في مجتمعنا مثلا؟ النوبة القلبية هي أشهر سبب للوفاة. تمام. ولكن التوقف المفاجئ لعضلة القلب هو مرض غير شائع، ولكنه مرعب. ليه مرعب؟ لأنه عادة زي ما التقرير كان بيقول بيصيب الشباب الصغيرين مع الرياضة. فأنا عندي مثلا ابني أو حد صغير يهمني أمره. تمام. والولد ما شاء الله نشيط وبيلعب رياضة وبياخد ميداليات وبياخد أوسمة، وفجأة وهو في المباراة يقع وما يقومش تاني. طيب، فده بيعمل رعب على الرغم من انه نادر، بس المفاجأة بتاعته وانه جاي في بني آدم صحته كويسة جدا بيبقى مفاجئ، بيبقى صعب. النوبة القلبية العكس تماما. عادة بيبقى حد سنه أكبر شوية، عادة بتتكرر مرة واثنين وثلاثة. عادة أسبابها بتبقى حاجة من اتنين، يا إما مشكلة في الشرايين بتاعت القلب، يا إما مشكلة في صمامات القلب، وبيبقى عندنا وقت إن احنا نشخصها ونعالجها. طيب، حضرتك ما شاء الله بتستبق المعلومات بشكل منظم ومنطقي. التشخيص النوبة القلبية ازاي بيتم التشخيص ده؟ حضرتك كجراح قلب بيجي لك عيان وحضرتك شاكك في نقطة معينة، هل بتبدأ النقطة الأولى بتبدأ بإيه تقريبا مع الحالات دي تحديدا؟ أول حاجة بنعرف هل عنده ضغط أو سكر أو أمراض مزمنة تانية ولا لأ، لأن كتير جدا بيكون المشكلة اللي عند المريض نتيجة لمرض مزمن عنده. يعني في الأسبوعين اللي فاتوا دول اكتر حالات بتجيلنا بيبقوا مرضى عندهم سكر مش مظبوط، وعمل اجراء سواء ركب قسطره او عمل قلب مفتوح وهو تعبان، فبيجي يقول انا تعبان، فتراجع معاه العلاج تلاقي ان السكر بتاعه مش مظبوط او الضغط عالي جدا. الحاجه الثانيه بنكشف عليه ونسمع منه حضرتك ايه الشكوى، هل الوجع اللي بيجي ده ليه علاقه بالمجهود ولا مالوش؟ تفرق جدا. البني ادم اللي بيجي له الم في صدره مع المجهود، وخاصه لو بيسمع في دراعاته او في ظهره او في الفك السفلي او في فم المعده، ده وارد جدا يكون من القلب. صحيح. الحاجه الثانيه لو في نهجان مع المجهود. الحاجه الثالثه لو بيغمى عليه. طيب، برضو هرجع للرياضيين، لكن قبل ما اخوض مع حضرتك في تفاصيل الرياضه واهل الرياضه، خليني ارحب بالكابتن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري سابقا. كابتن جمال، أهلا وسهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشة الحدث المصري. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ علي، وربنا يكرمك إن شاء الله، وتحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكرام. أشكرك كابتن جمال. كابتن جمال، احنا النهاردة بنتكلم على ملف مهم جدا جدا، وبنتكلم على حماية القلب، وحضرتك كرجل رياضي من المقام الأول، اتحاد الكرة المصري ده صرح رياضي كبير جدا جدا عربيا وإفريقيا، وبالطبع حضراتكم مهتمين جدا بحماية النشء. لو تعطيني لمحة يا كابتن جمال على كيفية الحفاظ على أولادنا، خاصة في عمر الظهور اللي بيدخلوا الأولمبياد وبيشرفونا في كل مكان. لا، اقول لحضرتك يا دكتور علي، يمكن في عندنا حاجات في اتحاد الكوره بيتم تطبيقها بمجرد ما اللاعب يبتدي يتأيد في الانديه. تمام. بيتم ان هو لازم يتعمل عليه كشف طبي كامل، ودي مسؤوليه الانديه بتاعتها. بيتم الكشف الطبي قبل قيد اللاعب، ده المفروض. بيتم الكشف الطبي على كل اجهزه اللاعب، سواء قلب، سواء ضغط، سواء سكر، سواء كله اللعيبه بمجرد ما يبتدي القيد بتاعهم. تمام. هنا بتظهر لو في حالات ما بيتمش القيد بتاعها، يعني ما بيتمش القيد، لكن لو كمان بتظهر حالات ساعه اقامه المباريات، طبعا يمكن في اجراءات بتتاخد قبل المباراه، ان هي لازم تكون في عربيه اسعاف مجهزه قبل كل مباراه موجوده. لان وارد بتحصل فيه حاجات كثيره جدا، ويمكن انا كنت كمان رئيس نادي الاقصر وحصلت عندي حاله نفس الحاله، يعني ولد من اللعيبه جاله على طول
ازمه قلبيه خدت الاسعاف ونقلته على المستشفى، بس كان ربنا يتوفاه يعني. ودي حالات بتحصل نادره لكن بتحصل. فعشان كده احنا من ضمن الحاجات اللي بتبقى اشرابات في كل مباراه ان لازم تكون في عربيه اسعاف مجهزه لنقل لاي حاله في ساعتها على طول. طيب كابتن جمال، ضيفي الكريم دكتور احمد الوكيل الاستاذ بكليه الطب جامعه القاهره، الحقيقه ليه تساؤل ايضا مربوط ما بين الرياضه والطب وحمايه قلوب ولادنا. اهلا يا كابتن جمال. اهلا وسهلا. بسأل حضرتك، هو دلوقتي البرامج الكشف المبكر بتشمل عمل رسم قلب، موجات صوتيه على القلب، وهل بنختار اطفال او نشء معين بنمشي معاه اجراءات اكتر، ولا هي بتبقى اجراءات موحده لكل الشباب والاطفال؟ لا هي طبعا زي ما انا يمكن انا قلت في البدايه ان كل نادي بيبقى مسؤول عن الكشف الطبي بتاع اللعيبه بتاعته. في الحته دي هو بيحدد المستشفى او نوع الكشف اللي بيتم كامل، بس بيبقى فحص كامل بما فيه رسم قلب، بما فيه كل ما يستلزم الطب في البدايه قبل قيد اللاعب. وهو كمان حتى مسؤول النادي، ومجرد ما بيعيد لاعب بيبقى هو مسؤول عن الكشف الطبي بتاعه، مسؤول عن صحته الجسمانيه. تمام يا فندم. طيب كابتن جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري سابقا، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة الثرية رياضيا وتوعويا، وتمنيات لحضراتكم بمستقبل باهر للحفاظ على النشء، هم ثروة الغد المصري ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن جمال. دكتور احمد، ملف مهم قوي، وحضرتك سؤالك كان رائع جدا لانك بتهتم قوي بثقافة النشء والاهتمام بيه مبكرا قبل ما نتفاجئ بأي مشكلة لا قدر الله. هو احنا في الجامعة كان عندنا برنامج لتدريب الأطباء الرياضيين، الأطباء المسؤولين عن متابعة النشء ده في الملاعب، سواء كانوا بيلعبوا رياضات عنيفة أو رياضات زي الجري وزي كرة القدم أو رياضات قتالية. ف احنا الجزء اللي انا كنت مسؤول عن ان انا بدرسه هو جزء القلب والسكتات القلبيه المفاجئه واصابات القلب في الملاعب. عشان كده انا كنت بسال على التجهيزات وعلى النوع الكشف اللي بيتعمل للاطفال دول. الفكره ان كتير من الاطفال مش بيبان ايه اللي عندهم غير بفحص. يعني انت لما بتسمعهم بالسماعه، انا كنت بروح النادي مع الاولاد فكنت بشوف الكشف بالسماعه فكتير ما بيبانش حاجه. فمهم لو في تاريخ مرضي عند الطفل ده للعيلة، ان في حد توفي قبل سن ال50 بدون سبب واضح، او الطفل بيغمى عليه او يعني فجأة تلاقيه تاه او اغمى عليه، ده مهم ان يتعمل له فحوصات بقى، يتعمل له رسم قلب، يتعمل له ايكو، ويتعرض على ممكن تعمل له هولتر ويتشاف بالتفصيل. ممكن نوصل معاه رنين مغناطيسي على القلب عشان نقدر نشخص الامراض دي مبكرا. تمام. النقطة الثانية ان في الرياضات بنحتاج تجهيزات متقدمة، سواء اسطوانات اكسجين، بنحتاج محاليل وكانيولات، بنحتاج اجهزة صدمة. الحاجة الجميلة كمان دلوقتي ان اجهزة الصدمات القلبية بقت معمولة بطريقة هي اوتوميتد او بتشتغل ذاتيا. يعني ايه جهاز يشتغل ذاتيا؟ ده محتاج شرح دي. يعني انا بدوس على الجهاز اون اشتغل، تمام، روح الجهاز منور وقايل لي ضع يعني الجهاز على صدر الطفل او المريض. كويس. اروح حاطه زي ما هو بيقول، انتظر دقيقه، انتظر دقيقه، يروح هو راسم الكهرباء بتاعه القلب، يقول قم باعطاء الصدمه الان، تروح انت مد الصدمه، تمام، يروح قايل لك ابدا الضغط على الصدر، فتبدا الضغط على الصدر. فهو الجهاز لما بتحط على الصدر بيبدا يقرا كهرباء القلب وبيبدأ ياخد قرارات. فكنا الأول محتاجين إن اللي بيشتغل بيها بيكون مدرب تدريب عالي. النهاردة الأولياء الأمور والناس اللي هم مش أطباء في الملعب بنقدر ندربهم على التصرف السريع في المواقف دي. حلو جدا. بس لازم الجهاز ده يبقى موجود، ده مهم جدا يعني لأن ده إسعاف للي بيلعب من الإصابات. في سبب تاني هو مش مفاجئ ولكنه خطير جدا للرياضيين، الإصابات المباشرة للقلب زي الهوكي. أحيانا لعيبة الهوكي تيجي العصاية الهوكي دي بمنتهى القوة في صدرهم، دي بتموت. ليه؟
لان الصدمه المباشره دي بتخلي عضله القلب ترتجف او يحصل فيها ذبذبه بطينيه. المشهور هو الذبذبه الاذينيه، انما الذبذبه البطينيه دي بتنهي الحياه على طول. فدول لازم نبقى واخدين بالنا. ودلوقتي بيلبسوا زي جاكيت، يعني في جواكت كده في جواكت بقت مخصصه وبدأت تدخل مصر، دي معموله انه يحمي الصدر ومنطقه ما امام القلب دي كلها، بحيث انه لو اتخبط تيجي الخبطه في الجاكيت. فده مهم جدا، مهم في كل الرياضات العنيفه، سواء كانت رياضات قتاليه زي الكاراتيه والكونغ فو، او رياضات فيها اصابات سريعه زي الهوكي مثلا، بتبقى الحركه بتاعه المضرب او الكوره سريعه جدا، فلازم يبقى مأمن المنطقه ديت. طب دكتور احمد، الاسره اللي عندها شاب رياضي، هل هناك ما يمنع ان انا اروح لطبيب القلب واقول له تاريخ المرضي كذا من باب الوقايه المبكره؟ خلينا نقول كده ان هي طيب قبل الهنا بسنه زي ما بنقول بالبلد يعني. هو دلوقتي في حاجه جميله جدا في الانديه. تمام. مفيش طفل او شاب هيلعب رياضه من غير فحص طبي. رائع. مش بمزاجه. رائع. اجباري. انا شفت ده في النوادي اجباري، لازم يجيب شهاده طبيه ان هو سليم. هو اللي انا بنبه ليه للساده الاطباء والاهالي ان خلي بالك لو في تاريخ مرضي في العيله او الولد بيجي له اي اعراض، ما تكتفيش بالكشف بس. تمام. نعمل رسم قلب ونعمل ايكو، يعني ده ما يساويش ان الطفل يحصل له حاجه. وخلي بالك ان كل الناس اللي حصل لهم وفيات اللي جم ذكرهم في التقرير تمام كانوا اثناء ممارسه نشاط عنيف، يعني هو جسمه وصل من الصحه والقوه انه بيقدر يؤدي اداء عنيف، يعني اداء نشاط قوي. بدني قوي. نشاط بدني قوي. انت مش هيبان عليه. فلما كنتش تعمل فحوصات لو في تاريخ بالذات وتزود فيها، ممكن تحط نفسك في مشكله. طيب اسمح لي دكتور ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعاود الحوار مع الجراح، خلينا اقول بين قوسين المثقف الماهر. الحقيقه دكتور الوكيل بيدي روشته علاجيه. يا جماعه ما ننتظرش المشكله، نسبق سريعا، نحاول نجد مشكله وحلها فورا قبل ما تتفاقم. فاصل ونعاود اللقاء مره اخرى.